السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا الحلقة اللي فاتت عند أول 3 أقسام في نافذة لومتري كلر، والنهاردة بإذن الله هنكمل باقي الأقسام واللي هما الكلر ويلز أند ماتش والاتش سي ال سكندري والفينيت. خلينا نفتح أول قسم فيهم الكلر ويلز اند ماتش. اول خاصيه هنلاقيها في القسم ده هي خاصيه الكالر ماتش، واللي من خلالها بتطابق الالوان للفيديو بتاعك كله. علشان اوضحها لك اكتر هنضغط على الزرار اللي قدامها ده كومباريزن فيو. ده بيعمل لك مقارنه بين فريمين. اول ما تضغط عليه هتلاقي قسم لك الشاشه بتاعت البريفيو لشاشتين، واحده اسمها كرنت ودي بتظهر لك الفريم الحالي اللي انت واقف عليه بالسي تي اي، والثانيه بتظهر لك ريفرنس يعني فريم مرجعي علشان تقدر تقارن الاثنين ببعض، الفريمين ببعض. لو رجعنا هنا لقسم كالر ويلز اند ماتش هتلاقي تحت الكومباريزن فيو خاصيه اسمها ابلاي ماتش. لو ضغطت عليها هتلاقي عمل لك ماتشنج للالوان بين الفريم ده والفريم ده. يعني لو جينا قدام الخاصيه ولغينا تفاعلها هتشوف قبل وبعد. ده قبل ما نعمل ماتشنج وده بعد. بيبدا ياخد الالوان من كل فريم ويعدل بيها على الثاني علشان يقرب درجات الالوان من بعضها، فيفضل ان الخاصيه دي تفعلها، لكن طبعا مش اجباري. تحت خاصيه الكالر ماتش هتلاقي تشيك بوكس اسمه فيس ديتكشن، بيكون متفعل بشكل تلقائي ووظيفته انه يتعرف على وشوش الناس اللي في الفيديو، علشان اثناء ما انت بتعدل الالوان للصوره بتاعتك يحافظ على السكين تونز او الوان البشره بتاعت الناس. لو لغيت تفعيله من هنا كده هيبدا يطبق تعديلات الالوان اللي انت هتعملها على اي حاجه حتى اوجه الناس، فانت خليها متفعله على طول احسن. دلوقتي انا هقفل الكومباريزن فيو علشان اشوف الشاشه بتاعتنا بس، وهتلاحظوا ان لما بقفله خاصيه ابلاي ماتش بتنطفي. ده لان لازم علشان اقدر استخدمها يكون ظاهر قدامي الشاشتين بالفريمين اللي عليها دول، وده ما بيحصلش غير لما بنفعل الكومباريزن فيو. هننزل بقى عند الكالر ويلز بتاعتنا. عندنا هنا 3 كالر ويلز او 3 عجلات الوان اللي انت شايفهم قدامك دول، كل واحده فيهم بتتحكم في درجه معينه للالوان اللي في الفيديو بتاعك. اول واحده هي الشادوز، ودي بتتحكم في درجه الالوان الغامقه او الظلال اللي بتبقى في الصوره بتاعتك او الفيديو بتاعك. تقدر تتحكم فيها بطريقه من الاثنين دول، اما انك تمسك السلايدر ده وتطلع بيه فوق او تحت، هتلاحظ انه بيفتح او يغمق الظلال اللي في الفيديو اثناء ما بتطلع وتنزل، والتحكم فيه بيبقى على مرحلتين زي ما انت شايف. اول واحده هي التحكم في شده الظلال نفسها، هنا بتبدا تقل لما بتعلي السلايدر ده، ولما بتنزل بالسلايدر بتبدا الظلال تزيد شدتها كده. تاني حاجه بقى انك تضغط على بلس او علامه الزائد اللي في نص الدايره دي وتبدا تتحرك بيها، انت كده بتتحكم في درجه اللون الغامق او الظلال زي ما قلنا. هنا مثلا لو رحنا للون الاحمر هتلاحظ ان الجو العام بقى احمر والظلال والالوان الغامقه بقت احمر اكتر. ولو رحنا مثلا للاخضر هتلاقي برضو نفس التاثير. انا اعمل كنترول زد عشان ترجع طبيعيه. تاني كلر ويل معانا هي الميد تونز، واللي باين من اسمها انها بتتحكم في الدرجات المتوسطه من الالوان، يعني ولا هي بتكون شادوز ولا بتكون هايلايتس، يعني مش الوان غامقه او ظلال ولا الوان لاسعه او اضاءه، يعني نقدر نقول بتتحكم في متوسط درجات الالوان. بنفس الطريقه السلايدر ده لو رفعناه لفوق يبدا يفتح اجمالي الالوان بتاعه الفيديو، ولو نزلناه لتحت هيغمق اجمالي الوان الفيديو. ومن علامه الزائد برضو نقدر نتحكم في اللون، بس اللون اللي ياثر على الميد تونز بتاعه الفيديو بتاعنا. انا هعمل كنترول زد برضه ارجعه لطبيعته. واخر ويل عندنا واللي هنختم بيها وهي الهايلايتس، ودي بتتحكم في الوان الاضاءه او الاجزاء اللاسعه من الصوره بتاعتك. لو مسكنا السلايدر ده وعليناه هتلاحظ ان لون السماء او الاجزاء المنوره في الفيديو بدا نورها يبقى اقوى وتلسع كده، ولما بتقلل بتبدا تقل الهايلايتس والنور بيهدى شويه. ومن علامه الزائد دي برضه بنتحكم في الوان الهايلايتس. هنا هتشوف السماء احمر شويه، وهكذا لو رحنا برضه للون الازرق ده هنعمل كنترول زد برضه نرجع الالوان لطبيعتها. ممكن تحس ان الثلاثه هنا لهم نفس التاثير، خصوصا في الفوتج اللي احنا مستخدمينها دي، لان الفوتج اللي انا بستخدمها دي كلها اضاءه والوان كتير ومفتوحه على بعضها، فطبيعي ان الفروقات هنا ما توضحش قوي. هنطلع بقى فوق ونقفل قسم كلر ويلز اند ماتش كده، يتبقى لنا القسمين دول بس، الاتش اس ال سكندري والفينيت. انا هفتح الاتش اس ال سكندري، هتلاحظ ان القسم ده مقسوم لثلاث اقسام رئيسيه، الكي والريفاين والكوريكشن. بس عشان نفهم وظيفه الثلاث خانات دول لازم نعرف الاول هو ايه وظيفه الاتش اس ال سكندري. الفكره ببساطه انك بتبدا تحدد لون عنصر معين موجود عندك في الفيديو من خلال ادوات هشرحها لك دلوقتي في القسم ده اللي هو قسم كي. بعد كده بتنزل لقسم ريفاين علشان تظبط التحديد بتاعنا ده، وفي قسم كوريكشن بتبدا تعدل على اللون ده لوحده. بالطريقه دي تقدر تعدل على لون معين في الفيديو من غير ما تاثر على باقي الالوان، ودي بنستخدمها لو في درجه لون او لون معين في الفيديو بتاعنا بس مش مظبوط، زي مثلا انه غير مشبع او انت تكون عاوز تزود التشبع بتاعه. بيقابلك بقى هنا مشكله انك لما بتعلي الساتوريشن بيعلى للمشهد كله. في الوقت ده انت محتاج اداه تقدر من خلالها تحدد لون معين او درجه لون محدده علشان تقدر تعدل على الالوان دي بس من غير ما تبوظ باقي المشهد. هي دي الفكره ببساطه. زي ما قلنا بنعدي على 3 مراحل، مرحله الكي ومرحله الريفاين ومرحله الكوريكشن. هناخدهم بقى تعليميا كده بالدور. اول مرحله هي مرحله الكي، هنفتحها من السهم ده. هي دي الاعدادات الخاصه بالكي. اول خاصيه طبعا هي السيت كلر، ودي اللي من خلالها بنختار اللون اللي احنا محتاجين نعدل عليه. هتلاقي قدامها الثلاث ادوات دول، اداه القطاره العاديه، واداه القطاره اللي قدامها علامه بلس، واداه القطاره اللي جنبها علامه ماينس. الفرق البسيط بينهم ان الاداه الاولى اللي هي القطاره العاديه دي من خلالها بتختار درجه اللون الاساسيه في البدايه، لكن لو اللون بتاعك اخترت درجه منه والدرجه اللي هي بتكمله ما ظهرتش بتبدا تزود اللون من القطاره الثانيه دي. ولو اثناء التحديد ظهرت درجه
لون تانية انت مش محتاجه مع اللون اللي انت بتحدده، بتبدا تشيلها من الاداه الثالثه دي اللي هي الماينس. احنا هناخد دلوقتي مع بعض مثال عملي، بس انا بفهمكم الفكره العامه. فالاول خلينا نختار حاجه مثلا في الفيديو بتاعنا نبدا نظبط الالوان بتاعتها. انا شايف ان الراجل اللي لابس اخضر الطويل ده هيكون نموذج كويس ونقدر نطبق عليه بشكل مثالي. اول حاجه هنحدد اداه القطاره بتاعتنا اللي هي القطاره العاديه، ونيجي عند الراجل اللي لابس اخضر ده ونسحب اي لون من اللبس بتاعه. بمجرد ما تضغط على الراجل ده او على اللون الاخضر ده اللي في الراجل، هتلاقيه ضاف لك هنا اللون بتاعه في الثلاثه سلايدرز دول. سيبك من الثلاثه سلايدرز دول دلوقتي، هي الفكره عندنا ان احنا بنقول للموقع حدد لنا اللون اللي احنا اخترناه بس، علشان نتاكد احنا محددينه صح ولا اخترنا معاه درجه لون ثانيه بالغلط. علشان نقدر نعمل الموضوع ده ونحدد اللون بالظبط بنستخدم حاجه اسمها الماسك. الماسك بقى ببساطه بيخفي لك كل الالوان وبيظهر لك اللون اللي انت محدده بس، علشان تقدر تحدده وتميزه بشكل كويس. علشان تفعل الماسك بقى تضغط على التشيك بوكس ده لحد ما تظهر لك علامه الصح. هتلاحظ ان هو وداك هنا في شاشه لونها رصاصي مش ظاهر فيها اي الوان غير اللون اللي انت اخترته بس، اللي هو اللون الاخضر بتاع الراجل. جنب التشيك بوكس تحت هنا هتلاقي مربع الاختيارات ده، لو فتحناه هتلاحظ هنا ان في 3 انواع من الماسك، الكالر جراي والكالر بلاك والوايت بلاك. الفكره ببساطه ان الكالر جراي بيظهر لك اللون بتاعك على الشاشه، لكن اللي حواليك كله بيبقى رصاصي زي ما انت شايف كده. وتاني واحده اللي هي الكالر بلاك لو اخترناها هتلاحظ ان هو عرض لك برده اللون اللي انت مختاره اللي هو الاخضر بس على خلفيه سوداء، ده بيكون فيه تباين واوضح شويه. والخاصيه الثالثه اللي هي وايت سلاش بلاك دي بتظهر لك اللون بتاعك اللي انت محدده، ولكن بتظهره باللون الابيض وبتظهر الخلفيه باللون الاسود علشان يبقى فيه كونتراست قوي، علشان يبقى فيه تباين قوي. انت اختار اللي يعجبك، بس انا بفضل الكالر جراي او الكالر بلاك لان هم بيظهروا اللون اللي انا مختاره، فده بيساعدني ان انا اختار الدرجه بشكل مثالي. فانا مثلا هخليني في الكالر بلاك. دلوقتي بقى هو ضاف لي جزء من لبس الشخص، حتى لو انا لغيت تفعيل الماسك من هنا هتلاحظ ان في اجزاء بس هي اللي ظهرت واللي هي الدرجه الفاتحه من اللون. بص كده لما نرجع للماسك، فانا عايز احدد لبس الراجل كله، يبقى انا كده محتاج اضيف درجه. بنضيف الدرجه منين؟ بنقدر نضيف الدرجه من علامه القطاره اللي جنبها بلس. لو ضغطنا عليها كده ورحنا ضغطنا مثلا في المكان ده هتلاقي ضاف لك درجه اضافيه من اللون بتاعك. هنكرر نفس الموضوع، هنضغط هنا تاني ونيجي مثلا نضيف الدرجه دي كده، هو حدد لك الشخصيه بشكل شبه كامل. طيب امتى بقى بنستخدم الخاصيه الثالثه دي؟ خلونا في الاول نضيف درجه لون عشوائيه زي مثلا الدرجه دي. هتلاقي في الدرجه دي ظهر لك الوان كتير في الصوره غير اللون الاخضر بتاعك. في الحاله دي بنستخدم التول الثالثه دي اللي هي القطاره الثالثه علشان نشيل اللون اللي احنا مش محتاجينه او الالوان اللي احنا مش محتاجينها. انا لو حددتها هنا وضغطت مثلا في المكان ده هيبتدي هو يشيل الالوان او يزيل الالوان اللي بالدرجه اللي انا حددتها. هنكرر برضو نفس الموضوع لحد ما نوصل للدرجه اللي احنا محتاجينها. هتلاحظوا ان في درجه لما بنضغط عليها بالقطاره بتخفي الوان كتير قوي، ده لان الرينج بتاعها واسع، لكن بيبقى في درجات مش موجوده في المشهد كتير فبتخفي اجزاء قليله. برضه هنكرر الموضوع تاني لحد ما نرجع للماسك المثالي بتاعنا. احنا تقريبا حددنا العنصر بتاعنا كده بشكل كامل. بالنسبه للاخطاء البسيطه دي ما تدققش فيها قوي لانها بتبقى درجات نفس درجه العنصر بتاعك، يعني لو فكرت تسحبها بالقطاره ممكن تسحب معاها الوان من الوان العنصر بتاعك نفسه. فانا كده تحديد بالنسبه لي تمام. بعد بقى ما بتوصل لافضل نتيجه بتحديد اللون المناسب بتاعك بيجي بقى دور السلايدرز دول. السلايدرز دول بكل بساطه بتقدر تمسك الاسهم بتاعتهم دي وبتتحكم بيهم برضه في الرينج بس بمدى حركي اكبر، يعني تقدر تشيل درجات شبه النقطه اللي اختفت ورا الشخص دي. هنا مثلا لو وسعنا الرينج ده هتلاحظ ان هو كمل لنا الجزء ده، كده هتلاحظ ان النتيجه بقت انضف والمجسم بتاعك هو اللي تقريبا موجود في الصوره بس. قبل بقى ما نلغي الماسك بتاعنا حابب اعرفكم على اخر خاصيه في القسم ده وهي انفيرت ماسك، ودي بتعكس الماسك بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا لما حدد الشخصيه دي لو ضغطت على الخاصيه دي هتلاحظ ان هو حدد كل العناصر اللي في الفيديو ظهرها ما عدا الشخصيه بتاعتك انت اللي انت محددها، يعني عكس التاثير بتاعه. ده معناه ان انت لو اتحكمت بعد كده في الالوان عليت مثلا الساتوريشن هتلاقي ان التاثير بيطبق على الفيديو كله ما عدا الشخصيه نفسها اللي انت كنت محددها لانك عكست الماسك. طبعا ده احنا مش محتاجينه، انا بس بعرفه لكم بس. هنرجعه زي ما كان تاني، هنضغط عليه. احنا كده حددنا اللون بتاعنا ودي اول واهم مرحله. هنقفل بقى علامه الصح بتاعتنا دي كده. وزرار الريسيت ده طبعا اتكلمنا عليه قبل كده كتير، وظيفته انه بيرجع لك كل حاجه لطبيعتها. فطبعا لو عملت كده انا لغيت التحديد ورجعت كل حاجه زي ما كانت، بس انا هعمل كنترول زد علشان احافظ على التحديد بتاعي. دلوقتي بقى هنقفل قسم كي وهندخل على الاقسام الاسهل وهي ريفاين وكوريكشن. هنفتح الاول الريفاين فيها خاصيتين بس، الدي نويز والبلور. الدي نويز دي بتساعدك لو التحديد بتاعك او درجه اللون اللي انت حددتها كانت الحواف بتاعتها عليها نويز او تنميله كده، فلما بتعلي قيمه الدي نويز بيبدا التحديد بتاعك يظبط وتقل فيه المشكله دي. وهتلاحظ حاجه انك لما بتبدا تتحكم بالسلايدر بتلاقي اللون بتاعنا اللي احنا كنا محددينه ظهر بنفس الفيو بتاع الماسك دي بكل بساطه علشان تشوف التاثير على اللون لوحده. لكن اول ما بتسيب السلايدر الالوان بتاعتك بترجع طبيعيه. احنا الدي نويز ما تلزمناش هنا لان العنصر بتاعنا اتحدد بشكل كويس، فانا هرجعها زيرو تاني. تاني حاجه بقى هي البلور، ودي باينه من اسمها. لما بتيجي تعليها بتلاحظ ان العنصر بدا يحصل له بلور، بس بلور بيزود المدى بتاع اللون، يعني بيبدا ينعم الحواف ويخرج عن اطار اللون نفسه. هو هنا ما يلزمناش خالص برضه. هنقفل الريفاين. القسم الاهم بقى هو قسم الكوريكشن. خلينا نفتح
هتفتحه كده، اول ما تدخل جواه هتلاقي كلر ويل وهتلاقي الاعدادات الاساسيه دي. الاعدادات دي احنا كنا شرحناها في الفيديو اللي فات، واحنا بنعدل في الفيديو بتاعنا في الاقسام الاولى خالص، وهي هنا نفس الوظيفه بالظبط، بس في اختلاف جوهري جميل جدا، انها بدل ما بتطبق على الفيديو كله بتطبق على اللون اللي انت محدده بس، اللي هو في حالتنا الراجل الاخضر ده اللي لابس اخضر ده. خلونا كده نطلع للكلر ويل. لو مسكنا علامه البلس اللي في النص دي وبدانا نتحرك كده هتلاحظ ان اللون بدا يتغير. لون ايه؟ لون الراجل بس. بص لون الراجل يا اما بيخضر قوي يا اما بيقرب للاصفر، والاحمر يقرب للموف زي ما انت شايف كده. ده بيفيدك قوي لو انت عايز تغير لون عنصر معين. انا دلوقتي هعمل كنترول زد. هنا الكلر ويل برده زي ما كانت موجوده فوق، تقدر تتحكم فيها من خلال الدايره دي لوحدها، او لو ضغطت هنا هيظهر لك 3 كلر ويلز، دول اللي تتحكم فيهم في الشادوز والميد تونز والهايلايتس، وده بيديك تحكم ادق زي ما شرحنا، بس هي نفس الفكره مفيش اي خلاف. تاني حاجه بقى هي الاعدادات الاساسيه اللي كانت موجوده عندنا في قسم بيزك كوريكشن. هتلاقي عندك مثلا هنا تمبريتشر، لو ابتدينا نعليها هتلاحظ ان اللون الاخضر بتاع الراجل بدا يصفر، ولو قللتها هيبدا يزرق كده. خلينا نرجع دي زي ما كانت. وبرده التنت بيقرب اللون للون الوردي او للون الاخضر، وبيزود التشبع في المنطقه اللي انت تقرب منها. هنعمل من دي برده كنترول زد علشان نرجع منها. ثالث حاجه بقى كونتراست، وده لما بتعليه بيقوي الظلال، يعني بيعمل تباين اكتر في الصوره كده، ولما بتقلله بيبدا اللون يكون ما فيهوش تباين وباهت كده. الشاربن بقى هي اللي بنعلي منها الحده، ممكن ما تبانش قوي هنا لان الشخصيه اللي احنا مختارينها بعيده قوي في الفيديو، ولما بنقللها بتبقى الشخصيه زي ما يكون عليها بلور كده او تفاصيلها مش واضحه، فانا ارجعها زي ما كانت برده. اخر حاجه بقى هي الساتوريشن، ودي واضحه جدا تاثيرها، لما بنعليه اللون بيبقى اقوى، بنقللها اللون بيبقى بهتان. فانا هبدا اعليه على اخره كده، وخلينا نشوف بقى قبل وبعد. لو انت عاوز تشوف قبل وبعد لقسم معين اللي هو في حالتنا هنا الاتش اس ال سكندري، فبتيجي قدام اسم القسم هتلاقي العلامه دي بتلغي تفعيله او تفعله. لو ملاحظين هتلاقوا الشخص هنا قبل كان لونه بهتان، بعد لونه قوي جدا، والصوره نفسها نفس الالوان بدون اي تغيير. فدي هي الميزه الاساسيه لخاصيه اتش اس ال سكندري. وبالمناسبه الزرار ده موجود قدام كل قسم من اللي اشتغلنا عليهم زي ما انت شايف كده، لو حابب تشوف قبل وبعد لكل قسم فيهم. احنا دلوقتي خلصنا القسم الاصعب النهارده اللي هو الاتش اس ال سكندري، بس القسم ده مهم جدا وبيفيدك كتير. هنقفل بقى الكوريكشن وكمان نقفل الاتش اس ال سكندري. اخر قسم عندنا بقى هو الفينيت، وده اسهل قسم فيهم لان ببساطه هو افكت انت بتعمله على الفيديو بتاعك، ومش ضروري انك تجيبه من هنا، هو موجود برده في قائمه افكتس. يعني لو عملت سيرش في قسم الافكتس هتكتب فينيت هتلاقيه موجود عادي خالص، لكن ادوبي ضايفه لك هنا علشان يبقى من ضمن الافكتات الاساسيه بدل ما تضيفه انت بايدك يعني. وفكره الفينيت ببساطه ان هو بيغير الحواف بتاعه الفيديو، يخليها لك سوداء او بيضاء علشان يركز على العناصر الاساسيه اللي في قلب الصوره او المشهد بتاعك. انا هنا لو فتحت الفينيت من السهم ده هتلاقي جواه 4 خصائص. الاولى هي الاماونت، لما بتعليها بيبدا يعمل لك الفينيت بس باللون الابيض، هتلاقي ان الحواف بقى لونها ابيض، ولو قللته بيبدا يعمل لك فينيت بس باللون الاسود، يعني بيغمق الحواف. والتغميقه دي بتديك تركيز اكتر على العناصر اللي في نص المشهد. هو بصراحه تاثيره سينمائي وبتستخدمه في فيديوهات كتير، يعني اكيد هتعوزه. تاني خاصيه معانا هي الميد بوينت، ودي لو قللناها بتخلي الفينيت يركز اكتر على نقطه في نص الشاشه، ولو عليناها هيبدا يوسع وتاثير الفينيت مش هيوضح معاك قوي، فانت بتظبطها زي ما انت عاوز. الخاصيه اللي بعدها راوندنس، ودي بتتحكم في تدوير الافكت بتاعنا. يعني ايه؟ يعني لو قللناها الافكت بيبقى على شكل مستطيل، ولو عليناها الافكت بيبقى على شكل دايره كده، بيركز اكتر زي ما انت شايف. هنا كان مستطيل هنا بقى دايره. واخر خاصيه معانا هي الفيزر، ودي بتتحكم في نعومه الافكت بتاعك اللي هو الفينيت. فلو عليناها هتلاقي الفينيت بينعم معاك وتاثير الفينيت بيوسع اكتر، وده بيخلي المشهد سينمائي اكتر. لكن لو قللتها كده الماسك بتاعك هيبقى حاد زي ما انت شايف كده كانك راسم شيب، لكن التركيز بيبقى اقوى على النقطه اللي في النص، فليه شغل معين. يعني هنا انت بتظبط الفيزر زي ما انت عاوز. بكده تقريبا ان شاء الله خلصنا قائمه لومتري كلر تماما، وشرحنا تقريبا كل الالوان اللي في ادوبي بريمير برو. لو عايزين بقى نشوف التاثير النهائي هنضغط هنا على علامه اف اكس دي علشان نلغي التلوين ونشوف قبل وكده بعد، كده قبل وكده بعد. في نهايه حلقتنا زي ما انتم عارفين لو في اي سؤال ابعتوا لي في الكومنتات، انا بتابع الكومنتات كويس، ولو في اي اقتراح باي حلقه حابين نعملها عن المونتاج ان شاء الله نعملها بطريقه كويسه جدا تنفعكم. اشترك في القناه علشان اللي جاي باذن الله افضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.